كيفاش الاخوان كل نهار يمكن لي نربح 100 درهم من الفيسبوك؟ كما كتعرفوا ان ميزه الربح من الفيسبوك في المغرب راها كاينه مش حال هذه، وهاد الارباح الاخوان راها ديال الفيسبوك، وكاين اللي كيربح الالاف ديال الدولارات، ولكن حنا بغينا نتكلموا في حدود 100 درهم في النهار. انا كمبتدئ فقط باغي 100 درهم في النهار، وهاد الطريقه راها سهله، هي اللي غنبارطاجي معكم في هذا الفيديو. بزاف ديال الفيديوهات شفتهم مؤخرا في الفيسبوك، ولكن ما بغيتش ندخل ونتكلم في هذا الموضوع، ولكن اليوم غنتكلم بكل صراحه. كاين اللي كيبارطاجي ان الفيسبوك يمكن لك تربح الملايين، يمكن لك تربح يعني مئات الالاف، يمكن لك تربح يعني واحد الارقام صراحه اللي هي خياليه. راه فعلا الربح من الفيسبوك كاين، وهاد الفلوس اللي كتشوفها الاخوان اقسم بالله الا ديال الفيسبوك. وانا اليوم غادي نبارطاجي معكم الطرق اللي هي صحيحه، وما غادي نزيد ما غادي نقص، غادي نحط لك الامور كما هي، وهذا الشيء بطبيعه الحال بناء على التجربه ديالي والطريقه كيفاش كنربح انا من الفيسبوك، وبطريقه اللي هي سهله بناء على داك المجال اللي انا كنشتغل فيه. وماشي بالضروري تكون يوتيوبرز كبير ولا تكون فيسبوك، راه عادي التليفون كما هذا اللي كنصور معاك وكاميرا تكون فيه مزيانه شويه، وها انت كتصور الفيديوهات. وبهذه الطريقه اللي غنبارطاجي معك بطبيعه الحال، وغنوريك النوع ديال المحتوى اللي يمكن لي من خلاله نربح 100 درهم. واخا كنقويها عليكم، ولكن هذه راه فلوس الفيسبوك، فلما لا نبارطاجيها معكم. اي واحد مبتدئ غادي يبغي يربح 100 درهم في النهار. وعلاش كنركز على 100 درهم في النهار؟ حيت يمكن لك تربحها، وما غاديش نقول لك ارقام اللي هي كبيره وبالتالي تقول هذا مصطفى كذب علينا في فيديوهات. اول حاجه الاخوان باش يمكن لي نربح الفيسبوك خاص تكون عندي اما صفحه او لا حساب ديالي رضيته بالوضع الاحترافي. وهاد الامور الا ما عرفتيش تقادهم، انا غادي نخليك الفيديوهات كيفاش دير الصفحه بطريقه احترافيه، وكيفاش ترجع الفيسبوك ديالك الا عندك كونت عادي بالوضع الاحترافي، وهكا كنبداو عليه الربح. المساله الثانيه اللي خصك تعرفها هو انك خصك تحقق الشروط سواء بالوضع الاحترافي او لا الصفحه ديال الفيسبوك، واللي هي 60000 دقيقه و5000 متابع في اخر 60 يوم. بالنسبه للمتابعين 5000 متابع كتبقى معك دائما، ولكن 60000 دقيقه الا فات عليها شهرين كتمشي، خصك 60000 دقيقه واحده اخرى. هذا بالنسبه للاعلانات المضمنه اللي هي الفيديوهات. اما الا بغيتي تحقق الشروط ديال البث المباشر فكيخصك 600000 دقيقه زائد 10000 متابع، هذا الشيء في اخر 60 يوم. وكالعاده يعني المتابعين واخا كتفوت عليهم 60 يوم ماشي مشكل، ولكن ديك 600000 دقيقه الا فات عليها شهرين فكيخصك تعاود يعني شروط واحده اخرى اللي هي 600000 دقيقه. اما الا فعلتي ميزه الربح في الاعلانات المضمنه واللي هي الشروط ديالها 5000 متابع و60000 دقيقه في اخر 60 يوم، فهنا مباشره بعد ما كنلوحوا مقاطع الريلز كيطلق لنا فيسبوك اولا كيجينا رساله ولا اشعار بانه يمكن لنا نربحوا من مقاطع الريلز ديالنا، وهكا كتكون فعلتي الربح على الاعلانات المضمنه وكذلك على مقاطع الريلز، عكس الحساب ديالي بالوضع الاحترافي اللي كيمكن لي نربح من مقاطع الريلز وابتداء من 1000 متابع. اذا كنت بغيت تحقق الشروط على القناه ديالك ديال اليوتيوب اولا على الصفحه ديالك الفيسبوك، هاد الشروط راهم حقيقيين و100% مضمونين، وكنواكبك حتى كنقاد لك حساب عوائد، ومن بعد كيولي الكونت ديالك فيريفي وكتقبل، وهكا تكون انا مرتاح من ديك الخدمه اللي قدمت لك سواء في يوتيوب او لا في فيسبوك. الا رسلتيني على الانستغرام او الواتساب غادي نتواصل معك، واي حاجه بغيتيها مرحبا. وحتى لهنا كنكونوا عرفنا الشروط لتحقيق الربح من الفيسبوك، وبطبيعه الحال هذا المحتوى يكون ديالك في اي مجال انت كتشتغل، وهذه هي الحقيقه الاخوان. اما ندوزو للمساله الثانيه، الناس اللي ما بغياش دير الفيديوهات ديالها او لا ما بغياش تبان، فراه يمكن لك تربح من الفيسبوك بلا ما تبان بالوجه ديالك، فقط تكون كتشرح شي حاجه واي حاجه مهم انت كتشتغل فيها غادي تشرحها وبلا ما تبان نتايا غير من خلال الهضره ديالك، وهكا غادي تحقق الربح على الفيسبوك. ولكن هنا كاين الاخوه اللي كيهزوا الفيديوهات اما على اللايف ديال التيك توك او لا كيهزوا فيديوهات الاخرين وكيعدلوا عليهم بشكل اللي هو زوين، ولكن مع ذلك مع مرور الايام كيجيهم تقييد الارباح. فانت هنا غادي تختار اما انك تكون من هذه الفئه اللي كتحاول تاخذ فيديوهات ماشي ديالها ولكن كيجيها تقييد الارباح، وفي اي لحظه يوقفوا لك الربح وانت ماشي في الصالح ديالك. حيت دابا مؤخرا كنعرفوا ان فيسبوك كاينه حاليا واحد الحمله ديال توقيف الارباح على اي حساب وعلى اي صفحه فيها شي فيديو ولا المحتوى ماشي ديالها 100%، يعني ماشي حصري. من بعد ما كتقاد حساب عوائد وكلشي كيتقبل عندك، هنا كنجيو للطريقه كيفاش غادي نربحوا الفلوس، كيفاش انا نوصل ل 100 درهم يوميا. اللي خصكم تعرفوا الاخوان راه الا كان عندك محتوى تعليمي، مثلا كنشرح شي حاجه ديال التعليم، كنعلم شي حاجه اللي هي خاص شي واحد يدخل ويقلب انه بغاها، وكان التفاعل مثلا 20000 كيجيب لك الفيديو، كيجيب لك 10000، كيجيب لك مثلا يعني حتى 30000، فهنا الارباح ديالك اخويا راه كتكون قليله. ومن طبيعه الحال لان فيسبوك فيه واحد التفاعل كبير بزاف، حتى هو فيسبوك شنو ولا كيدير دابا مؤخرا باش انني انا نربح خص يكونوا عندي فيديوهات اللي كيجيبوا مشاهدات بزاف. راه ما تنقولكش المشاهدات انها تكون بزاف، ولكن على الاقل تكون الفيديو كيجيب 60000، كنت يجيب 50000 40000 ورد الفوق. وهكا الا كانوا عندك الفيديوهات شي على شي فكون متاكد انك غتحقق 100 درهم حتى ل 200 درهم يوميا
اما اذا كان عندك المحتوى اللي كيضرب مثلا 300,000 400,000 24 ساعه ولا في 48 ساعه، فهنا كن على يقين بانك غتحقق مبالغ اللي هي كبيره. وهادو هما الفيديوهات اللي كانوا كيهضروا عليهم الاخوان في فيسبوك. راه اي واحد كيشرح لك شحال كيربح راه بناء على التفاعل ديالو. فإلا جينا ناخذوا الفيديوهات اللي هما رائجه عند بزاف ديال الناس، فهذوك راه كيربحوا منها. علاش؟ لانه هما عندهم فيديوهات كتضرب مثلا في 24 ساعه 300 كا ولا 400 كا، ومن طبيعه الحال هادو راه كيجيبوا ارباح. اما الاخوان الا كان عندي فيديوهات يلا كيضربوا 20,000 30,000 40,000، راه هكا يمكن لي نجيب 100 درهم ديالي في النهار كما شرحت لكم. وهذا الشيء اللي وقع معنا حنايا كاملين. ومن طبيعه الحال المحتوى اللي هو كيتشاف بزاف هو الاخبار الرائجه، اليوميات اللي هي كيتبعوك مثلا كدير شي حاجه في الباديه ولا خارج الباديه، يعني اي حاجه كيتلاها فيها الانسان وكيتفرج وكيستمتع بها، فهذيك كتجيب المشاهدات وهكا يمكن لك تربح. اما المحتوى التعليمي المحتوى التقني، يعني بزاف ديال الامور، ولا مثلا تشرح التجاره الالكترونيه، تشرح بزاف د الحوايج، فهذا المحتوى تيبقى الا بغيتي تستهدف به انت المجال ديالك. انا كندير التجاره الالكترونيه فكنصمم متاجر الكترونيه، ممكن نبقى نشرح هذا الشيء في فيسبوك وهكا غتجيني خدمات. اما الفيديوهات راه ما كيضربوش عندك يعني مشاهدات بزاف، راك ما غاديش تربح منهم بزاف. حتى هنا عرفنا كيفاش نربحوا من فيسبوك وعرفنا الطرق ديال الربح، وهذا الشيء كلشي كان مختصر فقط. غنخليكم الفيديوهات هنا في صندوق الوصف غادي تهبطوا. ما تنساش انك دير لنا لي لايك واشترك باش دائما يوصلك الجديد. مساله اخرى الاخوان، اللي عندك تقييد في الارباح ولا بغيت تصاوب حساب عوائد او لا تحقيق الشروط ديال اليوتيوب فيسبوك، فمرحبا والف مرحبا. تواصل معايا على الانستغرام وانا غادي نتواصل معك وغادي تحقق ان شاء الله الشروط بالطريقه اللي هي صحيحه، وكنواكبك حتى كتقبل اما الصفحه ديالك او القناه ديالك على اليوتيوب وكتحقق عليها الارباح من طبيعه الحال. وانا معك في الاستشاره دائما. تحيه لكم جميعا، كان معكم مصطفى الرحيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.